بسم الله على بركة الله. اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم. خوتي العزاز، واحد السلام عليكم. نتمنى الله تكونوا بصحة جيدة وعلى ما يرام. اي واحد كيشاهد هذا الفيديو هذا ربي يوفقه للخير ويعطيه كل ما كيتمنى في حياته. ايوا خويا ولا اختي، الحمد لله ملي ابتسمتوا دائما خلي نهارك يدوز بابتسامه ونشط وضحك مولاها ربي. عفط عليك لايك مزيان برك عليها، خلي شي تعليق يكون زوين بحالك. ما كنتش مشترك اشترك في القناه ديالي باش المعلومات توصل اي واحد. كيف العاده جيب واحد دكه القهوه ولا اتاي ولا شوف انت شنو كيعجبك تشرب وريح والله تتريح، واعطيني ودنك مزيان. حاول تسمع الفيديو من الاول حتى الاخر حيتاش فيه شي معلومات مهمه بزاف غتساعدك قبل ما تطلع لهنا لاوروبا ولا انت هنا في اوروبا. يعني تاخذ نصيحه مني انا، اعوذ بالله من قوه انا من اي واحد. يعني حنا طحنا في امر الواقع، شفنا شي حوايج مزيانه شي حوايج خايبه، شي حوايج تجنبناهم شي حوايج درناهم. هادشي اللي خصك تعرف. يعني قبل ما تطلع لهنايا خذ هاد النصائح، نمشيو على بركه الله. نبداو يعني غير من خلال التسميه ديال الغربه. الغربه راه شي حاجه غريبه، يعني كتطلع واحد البلاصه اللي هي غريبه عليك. غير هي مثلا كتكون تعلم شي صنعه اول مره راه كتكون غريبه عليك. يعني راه ما تجيش انت النهار الاول وغادي تبدا وغادي تخدم وتولي معلم كيف ما كنقولوا حنايا. حتى واحد ما خلق معلم، يعني خصك تنتظر واحد السنوات ولا واحد الشهور باش تتعلم هذاك الصنعه. كذلك الغربه، يعني خصك تسنى شهور ولا سنوات باش تريقل وريقاتك وتتاقلم مع الناس ديالها وتتعلم اللغه. هادشي اللي كطلب هنايا، وزيد على ذلك الصبر. كنبداو بالقضيه ديال الغريب. انت كتجي لهنايا لاوروبا ولا اي دوله في اوروبا، سواء في ايطاليا ولا في اسبانيا ولا في هولندا ولا في بلجيكا، راك انت غريب هنايا. شنو لازم انك دير؟ يعني لازم انك تكابي اللغه ديالهم، تشد اللغه ديالهم، يعني تاقلم مع الشعب ديال الدوله اللي فيها نتايا هنا في اوروبا وتصبر. هادشي هذا مهم بزاف. غادي نبداو باللغه. اللغه هنايا خوتي راه واحد الحاجه مهمه بزاف. راه هنا في ايطاليا خصوصا انا لاحظت هما يهضروا هنايا 75% بالايطاليه وواحد 15 ولا 13% باللونجلي. يعني تقول هنا الفرنسي ولا الاسباني، هنا ما كيهضرش الفرنسي ولا الاسباني، راه قليل القله. فهمتينا اخوتي؟ يعني اللغه مهمه بزاف. هنايا يعني كنت تطلع الايطاليه راه خصو تكون في المغرب وشد اللغه ديالهم. راه كاينين شي صناع المحتوى بلا ما جبت السميه ديالهم راكم كتعرفوهم، راهم هما شدوا اللغه في المغرب، شدوا غير شي بركه وطلعوا والحمد لله راه نجموا راسهم هنايا وجابوا راسهم هنايا. هادشي اللي بغيت نوصل لك انا. يعني انا في هذا الفيديو راه ماشي جي كنفهم عليك راه انا طلعت اعوذ بالله من قول سنه ولا شي حاجه ولا هذا. الحمد لله اعوذ بالله من قول سنه راه دابا كنتعلم اللغه وداخل السكوله وراه غادي معاهم ضربه. يعني كنصبر معاهم. انا كنقول لك واحد الحاجه اللي هي واقعيه. راه تجي لهنايا توقف على هذا الكلام هذا وطيح في الامر الواقع، تقول اييه راه اللغه مهمه. كنقول لك اللي كاين راه مشيتي لاوروبا الايطاليه خصك تكون شاد الايطاليه، مشيتي الاسبانيه شاد الاسبانيه، حتى ما كنتش شاد الاسبانيه ولا الفرنسي ولا اللونغ ولا الايطاليه، على الاقل تكون عندك اللونغلي شي شويه. فهمتوني خوتي؟ اللغه راه تساعدك بزاف د الحوايج. منها اولا تبغي تخدم، حتى داك الباترون اللي غادي تخدم معاه راه يقول لك عندك اللغه، الا كانت عندك اللغه هو في بالو يقول هذا السيد هذا يعني انا نقدر نتواصل معاه، يعني غنجبر السهوله من اللي هو يخدم معايا. مثلا نقول له جيب هادي ولا نبغي نشرح له كيفاش دير مثلا في البني، يشرح لك انت باللغه بالايطاليه يقول لك مثلا خصك دير ديال مقوسه ولا معوجه ولا طلع هذه الصوره هكا ولا هكا. يعني خصك تكون انت عارف اللغه، يعني الهضره معاك هو خصك تفهمو وانت خصك تجاوبو، يعني تكون عندك اللغه مهمه بزاف تساعدك للخدمه. ثاني حاجه اتاقلم مع الناس، تخرج تهضر مع الناس، وهذه بحكم احتكاك كل نهار مع الناس ولا مع الشعب الدوله اللي فيها انت راه غادي تتعلم اللغه تدريجيا. وخصو تكون مسجل. التسجيل هنايا في المدرسه في اللغه راه غادي يساعدك بزاف. البروفات على حسب الوراق، يعني باش عندك ورقاتك بانك تكون مسجل في اللغه في شي مدرسه كيقول لك السيد بان راه مساجم هنا وكيقرا معنا، يعني يقدروا يساعدوك باش دير ورقاتك في واحد الوقت اللي هو قصير. فهمتينا اخوتي؟ حنا قلنا اللغه يعني تساعدك على تقلب على خدمه، يعني وتجبر سهوله مع الباترون اللي غادي تخدم معاه، وغادي يعني تساعدك على حساب الورق ديالك وتساعدك باش تاقلم مع الشعب ديالك. انت ما تخسرش حتى شي حاجه. دابا انت في المغرب مثلا جالس كدوز تيك توك ولا انستغرام ولا في اي مواقع التواصل الاجتماعي ما تخسر حتى شي حاجه
شد غير 7 كلمات في النهار وضرب حتى 7 في 3 شحال تعطيك؟ راه 210 تقريبا، 210 كلمات في الشهر. 210 راه تبارك الله، 210 راه غتجيب شي بركه. المهم غتعرف شي حوايج. جالس ما تخليش الوقت ديالك يدوز من الفراغ، يعني استافد من شي حاجه. حنا قلنا اللغه واحد الحاجه عاوتاني ثانيه انا راه مهمه بزاف، راه هضرت عليها واحد الفيديو اللي هو خاص هضرت عليه حطيته البارح. الحرفه ولا المهنه، والله العظيم اخوتي ما كنذب عليكم، شي المهنه انا والله كتنفع بزاف. حنا قلنا هضرنا على اللغه، هضرنا شي حاجه مزيان انك تتعلم اللغه، وحاجه السلبيه انه هما هنا كيهضروا خصوصا في ايطاليا كيهضروا بالايطاليه بزاف. هذه اللي حاجه اللي خايبه، ويعني خصك تتعلم اللغه باش تجبر سهول. كيف ما قلنا خوتي المهنه هي المهنه. هذيك القضيه ديال واخوتي اللي كنقولوها في المغرب صنايع رزق ضايع. انا والله رزق ما كيضيع على الصنع، ورزق اصلا رزق والله وربي ما كيضيع حتى شي واحد، سوى الرزق كيضيعو غير الحرام. اذا شي حاجه حرام ولا شي حاجه خايبه راه الرزق ديالك كيتشاطر. المهم اخوتي شي هنا الصنعه والله الا عنده واحد الدور كبير بزاف. اطلع عندك شي مثل الحلاقه، وراه الحلاقه دابا انا محلق راسي، والله لا محلق راسي جا ربي كنعرف نحلق. هادشي هذا غير بحكم التجربه. كنحس شي صحابي في الحي الجامعي في طنجه، من هنا راه كنشكرهم بزاف صحابي الدراري كامل اللي قراو معايا. كنوجه لكم ديديكاس من هذا الفيديوهات. الحمد لله كنتعلم شويه الحلاقه دابا. انا كيف ما كنتشوف انا محلق راسي، يعني ما تحرفليش في الحلاق. عندي ماكينه كنضرب من هنا 3 ولا هذه كندير شويه من هنا. السلام عليكم. عرفتي الثمن اخويا الحلقه شحال لكم؟ الثمن راه غادي تبهضوا، راه 15 اورو بين راسك واللحيه ديالك. راه قول 15 من 17 اورو، 170 من 180 درهم قسما بالله على العظيم. تخيل دابا واحد كيحسن كل 10 ايام وكل 15 يوم تحط تقريبا 20 اورو ولا 18 اورو. راه ماشي سهل اخوتي، والله ما سهل. يعني جالس حاول دير شي ديبلوم في المغرب، يعني باش تستافد منه هنايا في مستقبلا في اوروبا، راه غادي ينفعك بزاف. لافونتاج ديال المهنه ولا ديال شي صنعه ولا ديال شي حرفه انك كتساعدك تخلي الانسان هو يقلب عليك. كتجي شي واحد يسولك كيقول لك واش عندك الصنعه، كتقول له مثلا التريسيان ولا عندي البني ولا الميكانيك ولا الصباغه ولا الطولي، كيقول لك زيد على بركه الله. ولا كتشوف شي ناس ايطاليين ولا اوروبيين في اي بلاصه في اي دوله كيسولوا شي ناس كيقولوا لهم واش كتعرفوا شي واحد صنايعي اذا القابص ولا البني ولا الزليج، هما كيقلبوا على الناس الصنايعيين. اي واحد كيشوف الفيديو هذا انت جالس في المغرب تعلم الصنعه واللي معلم الصنعه تبارك الله عليه، وراك ديتي كنز، وراك ديتي شي حاجه اللي هي غاليه بزاف، وهذيك الحاجه اللي ما خدمتيش فيها بلادك راه غادي تنفعك هنايا. الصنعه والله تا دايره ثمن كنحلها بالله. طولي هنايا الطولي صباغه تابيستا تا هي دايره ثمن وقليل. هنا الطولي يعني غتجبر الطولي هنايا في لاميزو ديال شي طوموبيلات، يعني بلا لا داعي ذكر الاسم باش ما نديرش الاشهار. كتجبر لاميزو تجبر مثلا غير شي ضربه في الكادر ديال الطوموبيل ولا شي خدشه بغيت غير تحيدها، راه خصك الثمن غالي بزاف، 1000 يورو، مليون درهم ولا مليون سنتيم ولا هذا راه بزاف. كتجبر شي محل كيكون الثمن طايح شويه على داك لاميزو. طولي هنا بزاف مهمه بزاف. زيد على ذلك الصباغه ديال الديور، الصباغه حتى هي عاوتاني هنايا مطلوبه بزاف. الصباغه والتريسيان سواء التريسيان ديال الطوموبيلات ولا التريسيان ديال الديور حتى هما مطلوبين بزاف. ولكن راه واحد الحاجه خصك تكون صنايعي، ماشي لا انا كنعرف نديباني ولا هذه. خصك تكون صنايعي باش تمشي، يعني جبرك خانه اللي تخدم معاه جبرك ناضي باش ما تقول حتى شي حاجه. وزيد بلومبي، كاين هنا شي وحدين تبارك الله بلونغي خدامين مزيانا. المهم اخوتي كيف ما طرقنا هضرنا على اللغه، يعني الحاجه السلبيه فيها انه هنا كيهضروا باللغه الايطاليه بزاف. الحاجه اللي هي مزيانه انك لو شديتي اللغه هنايا كنتي مكابتي اللغه غادي تجبر خدمه بسهوله. قلنا ثاني حاجه اللي هضرنا عليها هي المهنه ولا الحرفه. لابد انه تكون عندك شي حرفه هنايا. حرفه الحاجه الزوينه اللي في انك تعطيك لافونتاج، يعني الخدمه تخدم تجبرها بسهوله وكتخدم مرتاح وكتخدم بثمن. ثالث حاجه اللي هي الصبر. هاد الصبر هذا الصبر كنسمع غير الناس اللي هنايا قداما. انا اعوذ بالله بقيت نمشي واحد الجامع فيه هنا العرب بزاف، التوانسه والمغاربه والجزائري عفوا المصريين، نمشي نجلس معاهم. الناس ضاربين 35 سنه هنا 40 سنه. كاين اللي مزوج عنده وليدات هنا ولدو هنايا في ايطاليا، كيقول لي راه خصك الحاجه اللي خصك تعلمها هنايا في الغربه هي الصبر. كنقول لي الصبر مابقاش تقنط، ما تقنطش مره.
قال لي خوتك والديك راه عارفك هذاك الشيء صعيب. وهي فريمون انا هضرت مع الوالده والبارح قالت لي دابا انت ملي طلعتي لهنايا واش توحشتي شي حاجه؟ قلت لها طبيعه الحال الوالده قدرت توحشتك انت الاولى وخوتي والاهل ديال الاسره ديالي اللي كنجلس معاهم دائما، توحشت صحابي وكل شيء. عفوا. المهم اخوتي الصبر، يعني اول حاجه تصبر على الفراق. يعني كتكون انت عايش في واحد البلاد فيها خوتك فيها حبابك ووالديك وصحابك وكل شيء، وكتجي لهنايا كتفتقد كل شيء. يعني هنا كدير صحاب جداد وكدير معرفه جديده، يعني خصك تصبر. ثاني حاجه تصبر على قضيه ديال المسائل الورق، مابقاش مزروب ولا مخلوع ولا شي حاجه. راه كيف ما قلنا راه كتجي شي حاجه اول مره، يعني خصك دوز واحد السنوات ولا شهور باش تشد ورقاتك. ما تقارنش رزقك برزق واحد اخر، وانت ربي واحد اخر بغى له رزقه مثلا يعدل الورق في عام ولا في عامين، هذاك الرزق ربي بغى له يعدل في عامين. حكمه الهيه ربي يشوف شنو مطالع على الغيب ديالو، وانت بغى لك ربي دوز 5 سنين. شوف كفاره ديال شي ذنب ولا شي حاجه، الله اعلم، هذاك الشيء العلم لله، ربي اللي كيعلم الغيب. يعني انت دائما الحاجه اللي خصك دير هي تصلي وتدعي الله ودي ايمن سنباق الحمد لله. مابقاش تقول لا، الفم اللي يقول الزمر يقول تسمر، عاود تقول كلمه الزمر قول تسمر، ما تخسر حتى شي حاجه. دائما حمد الله وسير هنايا في اوروبا، يعني سير ضربه وحاول انك يعني تلقى خدمه وتلقى لغه وشي حاجه اللي هي خارجه على الطريق تتجنبها. يعني باش تمشي مثلا تعدى الرونديفو ديال الورقات ديالك تجبر، يعني ما تجبرش شي مشكله، ما يكون حتى شي مشكله، ما باصمشي ومدابز لا مع بوليس لا ما دار حتى شي حاجه، كتمشي نيشان. فهمتينا اخوتي؟ الصبر، يعني خصك تكون هنا كتعجل في الصبر ديالك وسير مع الورقات ديالك والبروفات، تكون مسجل في شي مدرسه اللغه، مسجل هنايا في شي تكوين. هنا راه كيساعدوني، يعني بغيتي تقرا هنايا ولا شي تكوين هنا تبارك الله راه كيعاونوا. هنا راه هنا في شكل الناس يعني يقدموا لك المساعده، وما كاين حتى شي حاجه اللي هي صعيبه. البروفات تكون مسجل في شي فورماسيون هنا في شي تكوين ولا كتقرا اللغه، باش نهار كتمشي تقدم ورقتك كتكون قضيه سهله. كما قلنا خوتي هضرنا على اللغه، على الحرفه، على الصبر. القضيه ديال الخدمه راه كاين شي ناس كيقول لك لا انا ما كايناش خدمه، واش انت كترزق العباد ولا كرزق العباد؟ والله ما كاينش خدمه، الخدمه على الله، ماشي عليك انت. ما فهمتي، ما تقدمتي شي معلومه سد فمك صافي. كنقول سبق المهم مرتاح، ما تعطيتي شي حاجه، ما تطيحش من بنادم وتدير الاحباط باش ما يطلعش. يقول له صافي اخوتي ما عرفتي شي حاجه وهني راسك. اش قول البنادم ما كايناش، وهذه باش تكون السبب ديال شي واحد ما طلعش هنا. المهم اخوتي والخدمه، وانت ودابا انت اللي كتشوف فيها ولا انت وكتكون دابا انت في بلادك اللي شاد اللغه ديال بلادك والناس ديالك كتعرفهم مزيان وما خدامش فيها، هي حسره انت طالع هنايا وما عارف حتى شي حاجه على هاد البلاد وتلقى خدمه بسهوله، وانت في بلادك دابا راك تجبر شي وحدين هنايا راه ما خدامينش. اي واحد كيشاهد الفيديو هذا راه كاين شي ناس هنا ما خدامينش، والله يسهل عليهم يا ربي يخدموا في اقرب وقت. حنا ما كرهناش اي واحد يخدم. فهمتينا خوتي؟ انت في بلادك وعارف اللغه ديال بلادك ولاد بلادك ومأقلم مع الشعب ديالك، وخدمه باش تجبرها خدمه بصعوبه، راه نتوما عارفين التفاصيل. هي حسره انك تطلع هنايا وتجبر خدمه بسهوله، يعني ضروري خصك تكافح وخصك تصبر باش تلقى خدمه. فهمتوني خويا؟ قلنا اللغه، المهنه، هضرنا على الصبر، القضيه ديال الخدمه. هنا راه الخدمه راه تلقاها ماشي ما تلقاهاش، غير هي خصك تطلب شويه ديال الوقت، وخصك تكون عندك واحد العزيمه وواحد الاراده، يعني باش تقلب على خدمه. هادشي اللي كاين اخوتي. انت اللي في المغرب واحد الحاجه اسمعني اخويا مزيان ولا اختي، راه باغي تطلع هنايا ولا باغي اي حاجه توصل لها في حياتك، ولا بد تكون عندك الاراده والعزيمه. عاد ولا بقاوت انا كنت مصمم بان نطلع يا موت يا حياتي، يعني راه كنت مصمم غادي نطلع، فهمتي؟ وهادشي جاب الاراده ديالي والتوكل على الله يعني بدعاوي الوالدين. راه واحد العشيوار ديالي كنت نريح معاه في القهوه كنقول له ان شاء الله، دائما كنقول لك ما شاء الله، يعني ماشي يعني بالقوه ديالي ولا بالفهمه ديالي، داكشي بالله. ربي الا بغاني نجي هنا راه نجي هنا، ربي الا مبغاش نجي هنا ما كانش رزقي هنا، راه لا حول ولا قوه الا بالله. اللهم لك الحمد، الحمد لله على كل حال. يعني كنت انا مصمم غادي نجيو، يعني قلبت ودرت وهذه الحمد لله ربي كتب لي واحد الخبيزه هنايا وصلت هنايا. انا داك الشيء كنحمد الله وكنشكر دائما. ملي توصل شي حاجه مزيانه يعني تفكر هذاك الحوايج اللي كنتي كدوز فوق ديال الشده، يعني الله اللي وقف معاك، يعني خصك تكون مع الله دائما.
صافي الحمد لله وصلتي هنا، حمد الله وشكره. باش تحمد الله وتشكره تبع الطريق ديالو، صلي وعبدو، هذاك الشيء في المستطاع ديالك. ماشي ضروري نقول لك يعني تصوم الاثنين والخميس ولا هذه ولا شي حاجه، يعني داك الشيء مهم. سير صلي صلاتك 5 صلوات ديالك، تبع طريق الله وحمد الله، دائما حمد الله. علاش كنت كتعرف الله في الشده، ملي كنت كتقلب مثلا على كيفاش تجي لهنايا وتدعي الله، ربي جابك هنايا، وحمد الله وشكر. هنا اخويا ولا اختي، يعني ضروري تكون عندك واحد العزيمه واحد الاراده باش تحقق الهدف ديالك. وهذا باش تحقق الهدف ديالك يعني حاول تسد فمك، كما كنقولوا في المغرب سد فمك لا بغيتي تنجح. راه كاين شي ناس راه تقول له انت راه تقول هذا راه خويا ولا اختي راه عادي ولا صاحبي نهضر معاه مثلا نقول له راه شنو خصني ندير شنو خصني ندير، هو يشد بالعكس، يقدر يتشفى فيك ولا يضربك بالعين. العين علينا حق، يقول لك شوف هذا كيدير هذه الحاجه وما قال لي حتى شي حاجه، ويقدر يدعي يقول لك انا ما كرهش ربي ما يسهلش عليه، فهمتي، يبقى ضربك بالعين حتى الله يحفظ تقع عليك شي حاجه. دائما دير شي حاجه راه حاول تسد فمك في اي حاجه تقرا ولا توظف ولا دير شي بروجي ولا اي حاجه، حاول تسد فمك. راه بنادم في شكل، كاين اللي يبغي لك مزيان، كاين اللي يبغي لك خايب، كاين اللي يبغي لك الخير توصل لهنايا، وكاين اللي يقول لك لا علاش ما قال ليش انا ولا. حاول تسد فمك ودير شي حاجه ديالها مستوره باش ربي يجيب لك التيسير. اطلع هنايا الحمد لله، هنايا واحد الارض اللي غادي تساعدك بزاف، فهمتيني اخوتي، يعني تقابل خدمه حتى من ناحيه تصوفي راسك، راه تصوفي راسك، غير هي كيف ما كنقول خصك ضروري تصبر، والصبر هو المفتاح الفرج. خصك تصبر في اي حاجه، سواء تصبر على الفراق ديال خوتك ووالديك، ولا خليتي مراتك ولا ولادك في المغرب خصك تصبر عليهم. خوتي اش نقول لكم، هنا الفيديو كيكون ديالي سهله، نتمنى من الله تكونوا يعني خديتوا واحد المعلومات اللي هي يعني تكون وصلتكم بواحد الطريقه، يعني فهمتوها كنصيحه من خوكم. انا شي حاجه هنا اللي يعني اللي كدوز عليا هنايا كنقدمها لكم نتوما. نتمنى من الله يا ربي تكونوا استفدتوا من الفيديو، ونشوفكم فيديو واحد اخر. السلام عليكم.